بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. باش نحكيو في فيديو اليوم على رحلة الترجي الرياضي التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قائمة الترجي يوسف البليلي يثير الجدل، ولأنه اللاعب تعرض للإصابة قبل مشاركة الفريق في مونديال الأندية. باش نحكيو على بعض التفاصيل الخاصة بالقائمة خاصة وردود أفعال بعض اللاعبين. كل هذا وأكثر باش تلقاو معنا في الفيديو. تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. الترجي الرياضي التونسي يشد الرحال نحو أمريكا. بليلي يثير مخاوف الجماهير بعد غيابه ليلة البارحة، يعني في التقديم الرسمي للترجي الرياضي التونسي، وين يعني عملوا الصورة الرسمية اللي بيشارك بها الفريق في مونديال الأندية. كانت لمة خاصة بلاعبي الترجي الرياضي التونسي، وعرفت غياب يوسف البليلي. رحلة الترجي اليوم شفنا اللاعبين يعني في الحافلة. البليلي الحق مخر، يعني آخر الوافدين على المجموعة، صرح وقال انه هم اسباب شخصيه واسباب عائليه هي اللي خلت يوسف البليلي يغيب البارح، وكذلك يجي مخر اليوم. حكايه الاصابه ما فماش والحمد لله. اللاعب عنده مشاكل او ظروف خاصه. الحديث على انه ابنه يعني مريض شويه، ان شاء الله لاباس. والبليلي باش يكون مع المجموعه بحول الله، وما فماش حتى اصابه باش تخلي اللاعب يبعد عن المباريات الخاصه بالفريق في مونديال الانديه. قائمة الترجي تثير الجدل. خليني نعطيكم القائمة اللي متكونة من 23 لاعب، وهنا زاد نفتح قوس صغير انه اداره الترجي الرياضي التونسي تقريبا غلطت الراي العام، وقالت انه الفيفا حددت 23 لاعب كحد اقصى. بالعكس الفيفا اعطتك الحق من 23 حتى ل 35 لاعب ينجموا يكونوا موجودين في قائمه الفريق. علاش اداره الترجي اقصات 6 أو 7 لاعبين تقريبا؟ شنية الاسباب؟ علاش من تدبهم انت كي باش تقسيهم في مسابقه كما هذه؟ هنا نحكي عن الموحني وعلى بوزيان، وهاني باش نرجع لهم باكثر تفاصيل، ولكن خليني نقدم لكم القائمه الخاصه بالترجي الرياضي التونسي اللي بيشارك في المونديال. في حراسه المرمى نلقاو البشير بن سعيد، امان الله مميش، صدقي الدبشي. في الدفاع توقاي، ياسين مرياح، حمزه جلاسي، البضاعي، محمد بن علي، رائد بوشنيبه، بن حميده وبن محمد. في خط الوسط اوبيلو، القنيشي، الدربالي، حسام دقاق، كوناتي، يان ساس، شهاب الجبالي، هيثم ضو. في خط الهجوم نلقاو يوسف البليلي، مكوانا، اشرف الجبري ورودريغو رودريغاز. هذه القائمه الرسميه المشاركه في مونديال الانديه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. شفنا كما قلنا ردود افعال من بعض الاسماء. الموحلي خاصة اللي خرج وتكلم وهبط يعني ستوري في الانستغرام متاعه وعبر على الغضب متاعه ديجا. كيف زاد بوزيان اللي يعتبر نقطة استفهام كبيرة رغم مطالبة جماهير الترجي الرياضي التونسي باش اللاعب هذا يكون موجود على الأقل في القائمة الموسعة للفريق ويكون حاضر مع الترجي في مونديال الأندية، لأنه بصراحة لاعب يستحق. الإدارة والإدارة الفنية كان عندهم رأي آخر، اختيارات غريبة صراحة، اختيارات خلت كل الجماهير غير راضية صراحة على القائمة هذه، اللي اعتبرها البعض أنه فيها بعض المحاباة وفيها بعض تصفية الحسابات، كذلك في استبعاد بعض الأسماء اللي نحكيه ككورة وأمور فنية اضافتهم مؤكده في الترجي الرياضي التونسي. ما خذاوش حقهم، ما خذاوش فرصتهم، ما خذاوش وقت لعب كافي عليهم يثبتوا جدارتهم في التواجد في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. كما قلت امس ونعودها مره اخرى، باش نسكروا الملف هذا نهائيا وما باش نحكي عليه. خلينا نركزوا في القادم ان شاء الله والتفاصيل الخاصه بمباريات الترجي الرياضي التونسي. هذا قرار من الاطار الفني والاداري يتحملوا فيه مسؤوليتهم الخاصه، وهذاك هو اللي صار. تو ما عادش نجموا نبدلوا حتى شيء. حاولنا نضغطوا، حاولنا اللاعبين هذم ياخذوا حقهم وياخذوا فرصتهم في الترجي الرياضي التونسي، ولكن فما حاجات ربما ما نعرفوهاش احنا، ربما نجهلوا حاجات اخرى. ولكن المؤكد والثابت انه القناعات الشخصيه في الاسماء هذا، بنحكي على الموحلي وبوزيان خاصه، موجوده وثابته. ربما نجموا نحللوا امور اخرى، نجموا نحللوا الاسماء، يعني نجموا ناخذوا بالاسم، ولكن ما عندناش خيارات كبيره بعد اتخاذ اداره الترجي الرياضي التونسي عدم انتداب اي لاعب في الميركاتو الاستثنائي الخاص بمونديال الانديه. ان شاء الله
تكون فما انتدابات في الميركاتو الصيفي للفريق. إذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، هذه تفاصيل رحلة الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله باش تكون الرحلة طويلة نوعا ما، باش يتنقل الفريق أو بعثة الفريق باش يتنقلوا إلى العاصمة الفرنسية، من ثم ياخذوا الطائرة ويتنقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فما بعض الأسماء تقريبا هيثم ذو كان مانيش غلط باش يلتحق بالفريق بعد نهارين، لأنه عنده مشكلة في تذكرة السفر أو في الفيزا، ما زالت ما حضرتش بعض الأمور وبعض الوثائق اللي باش تخليه يكون حاضر مع الفريق كما قلنا، ولكن باش يلحقهم بعد النهارين. البعثة بتاع الترجي الرياضي التونسي باش توصل لأمريكا أكيد، وباش يكون فما حصص تدريبية استعدادا للمباراة الأولى باش تكون نهار 17 جوان ضد فلامينغو البرازيلي. المباراة هذه على الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس. ان شاء الله تو نعطيكم التفاصيل الخاصه بالنقل التلفزي، خاصه برشا ناس تسال وين نجموا نتفرجوا على مباراه او مباريات الترجي الرياضي التونسي ومباريات المونديال بصفه عامه. حكينا على دازن هي يعني الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكره القدم، هي اللي عندها حقوق البث نتاع المباريات. الحديث كذلك على شبكه الام بي سي السعودية، هي اللي باش تبث المباريات الخاصة بالفرق العربية، من بينهم الترجي الرياضي التونسي ام بي سي وام بي سي 5 كذلك. تو نعطيكم كما قلت لكم التفاصيل الكل، ان شاء الله تلقاوها في فيديو خاص بمباريات الترجي الرياضي التونسي، التوقيت، الموعد والنقل التلفزي وكل الامور والكواليس الخاصة بمباريات الترجي الرياضي التونسي في مونديال الأندية. ان شاء الله باش نركزوا على المنافسين نتاع الترجي الرياضي التونسي، باش نحكيو على فلامينغو البرازيلي، نقاط قوة وضعف هذا الفريق، باش نحكيو كذلك على تاريخ فلامينغو البرازيلي، ونعرفوا بالنادي هذا اللي باش يواجهوا الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته في مونديال الأندية، باش يكون تركيز خاص كما قلنا بمباريات الترجي الرياضي التونسي، وباش نحكيو أكثر أمور فنية، وباش نحكيو أكثر كرة، باش نخليو الأمور الجانبية اللي حكينا عليها تقريبا طيلة المدة اللي فات. حكينا على الميركاتو وعلى المشاكل وعلى القائمة وعلى كل هذا، باش نخليه على جنب، باش نتلهاو في الأمور الفنية، لأنه اللي حكيناه كل قبل عش يفيد حتى شيء. تو لازمنا نركزوا على 3 مباريات الجايين باللاعبين الموجودين، بالافكتيف الموجود، بالاختيارات الفنية اللي باش تكون موجودة من ماهر الكنزاري والإطار الفني اللي معاه. في الأخر هم يتحملوا مسؤوليتهم في الوجه اللي باش يظهر عليه الترجي الرياضي التونسي. نتمناه أنه الفريق متاعنا يظهر بوجه جيد، نتمناه أنه الفريق متاعنا يحقق الانتصارات، على لا الترشح إلى الدور الثاني من مونديال الأندية فائدة كبيرة للفريق وفائدة كبيرة لتاريخ الترجي الرياضي التونسي، كذلك فائدة مالية كبيرة جدا إذا ترشح الترجي الرياضي التونسي إلى الدور الثاني. هنا نحكيه على 21 مليار تقريبا قادر يغنمهم الترجي في حال الترشح. بطبيعة الحال ماهيش حاجة سهلة، ماهيش باش نلعبوا في بطولة عادية، ولكن إن شاء الله احنا نقولوا إنه الفريق بتاعنا يكون جاهز على المستوى البدني، على المستوى الذهني والإطار الفني، خاصة يعرف يحضر المباريات متاعه ويحاول يقرأ المنافسين متاعه. هذا اللي صرح به ماهر الكنزاري وقال إنه درسنا المنافسين وما زلنا باش ندرسوهم أكثر في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. كيف مرياح تصرح توغاي أكدوا على جاهزيتهم، وإن شاء الله باش يكونوا في أتم الاستعداد والجاهزية لهذه المباريات. 3 مباريات باش يكونوا صعيبة برشا، في مسابقة كبيرة، في مسابقة عالمية، في مسابقة ينتظرها العالم بكل. إن شاء الله الترجي يشرف تونس، إن شاء الله الترجي يشرف الجماهير متاعه وتكون مشاركة في مستوى عال بحول الله. هذا اشعدنا متابعينا الكرام في فيديو اليوم. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات اخرى تخص الترجي الرياضي التونسي ومشاركته في مونديال الأندية.